أمين مسوسة مهاجم ليل الفرنسي يدخل حسابات الناخب الوطني الجزائري، وهذا لتدعيم القاطرة الأمامية للفريق الوطني. وما أثار اهتمام المدرب الوطني هو قدرة اللاعب على اللعب في 3 مراكز هجومية، وهي الجناح الأيمن والجناح الأيسر أو قلب هجوم. ودخل خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون صاحب 18 عاما مؤخرا حسابات جمال بالماضي بعد المستوى الكبير الذي قدمه الموسم الماضي، حيث تم ترقيته للفريق الأول بعد تألقه اللافت مع الرديف. بدأ اللاعب مسيرته في نادي ليون أين لعب له من 2010 إلى 2017، وانتقل بعدها لنادي سانت بريست، ثم تعاقد سنة 2020 مع نادي ليل أين لعب في الفريق الرديف وتألق معه بشكل كبير، حيث لعب معه 21 مباراة سجل خلالها 9 أهداف. وذكرت العديد من المصادر اقتراب اللاعب من الانضمام للمنتخب الجزائري. وما يدعم هذه المعلومات هو صدور قائمة الفريق الفرنسي للآمال اليوم، وعرفت غياب أيمن مسوسة، وتواجد في قائمة تيري هنري كل من ريان شرقي ومغناس لاعب موناكو. سجل منصف بكرار أول أهدافه في الدوري الأمريكي، وساهم في فوز فريقه نيويورك سيتي على فريق مونتريال بنتيجة 2-0. ونال منصف بكرار علامة 6.8 في المباراة، وترك مكانه في الدقيقة 84 من اللقاء، وحصل فريقه على 3 نقاط مهمة، إذ يحتل الفريق المرتبة 25 بعد مرور 27 جولة، مع العلم أن عدد الفرق هو 29.